السلام عليكم، مرحبا بكم الأحباب. كامل في القناة ديالي، نتمنى تكونوا كامل بخير. في قناتي إن شاء الله. راح نحكي لكم قصص حقيقية ومشوقة فيها أحداث غريبة وصادمة، قصص تخليك ما تقدرش تحبس الفيديو حتى لآخر دقيقة. إذا حبيتوا هذا النوع من القصص ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخلونا الآن نبداو قصتنا تاع اليوم، ولا نقدر نقولوا قصتين تاع اليوم. الحكاية الأولى تقول: يحكي واحد من أقارب أحد أصحاب العائلة أنه كان عامل آنذاك في مصلحة حفظة الجثث في أحد المستشفيات لامورك. كان يخدم عادي حتى جاء اليوم الغير عادي. قال: كنت في عمل روتيني حتى حسيت بشوية برد وشوية ريح داخل المصلحة. فجأة تغلق باب المصلحة وهو في الداخل. قال باللي ما حسيتش بروحي حتى طحت في الأرض وأغمي عليا، يعني تغاشيت وما عرفتش السبب ولا علاش طحت. قال في لحظة وأنا كأني بين مغمي وفاطن، فجأة نشوف في واحد من هاتوك الأموات رافد يدو ويشير لفمه ويستنجد بيا والعرق يسيل عليه. بقيت غير نراقب فيه وأنا كنت خايف، حتى رميت عيني لكفة يدو وكان مكتوب فيها رقم 7. يكمل ويقول: فجأة فقت من الغيبوبة والإغماء مرعوب ومفزوع. راح للمسؤولين تاع هذاك المستشفى، قال لهم وش صرالو، حكى لهم بالديتاي. داروا عليه وراحوا معاه. كيف فتحوا الباب تاع لامورغ مصلحة حفظ الجثث رقم 7 واستخرجوا الجثة، جبتوا صاحبها وفتحوا له الغطاء ديالو ولقاو فمه مخيط مسكين والعياذ بالله. فمه كان معمر بتصاور للناس، أكيد اللي حطهم قصدوا السحر. سبحان الله، كيفاش تجي الأسباب باش ربي يبطل عمل من أعمال هؤلاء السحرة. المهم دارت إدارة المستشفى تحقيق وعرفوا صاحب العمل وادى الجزاء ديالو. أكيد يستاهلوا عقوبات صارمة. وقال باللي أنا ما نكذبش عليكم، أنا حبست الخدمة وما قدرتش نكمل من هول هذاك الموقف اللي صرالي. أما العبرة من هذه القصة أنه لا يفلح الساحر حيث أتى، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الحكاية الثانية، هذه القصة صارت في التسعينات، قصة انتحار عروس. تحكي إحدى أخوات على بنت عمها وتقول كانت مرت عمها إنسانة بزاف واعرة مع أولادها، وكانت تخلق بزاف المشاكل مع كامل أفراد العائلة، سواء تاع الدار ولا تاع برا. وفي نفس الوقت كانت تعمل سحر لكل واحد ما يعجبهاش، تما كانت والعياذ بالله دير صوالح اللي ما ينداروش وما يتقبلهمش العقل العادي. وخاصة الزوج ديالها كان هو إنسان بزاف عاقل، وكان دايما يمشي مع الحق، وشحال من مرة حب يطلقها، ولكن محاولة ديالو كامل بأت بالفشل. المهم هي كانت ساكنة مع العائلة مع المشاكل كنت عارفه. ومن بعد تالمو كانت تدير بزاف المشاكل، جد هذاك دار لها دارها وحدها، راحت ملتم خلك باش نتهناو منها. المهم هدأت الحالة وكل واحد قاعد يمشي في حياته عادي نورمال. أما هي بقات على نفس المنوال تاع العياط وتدعي على ولادها، وهكذا قعدت حتى كبروا ولادها. وكانت عندها بنتها في قمة الجمال والهدوء، ولكن كانت بزاف مضغوطة من الأم ديالها، على خاطر كانوا كامل يتداوسوا معها. غير هاد الطفلة كانت عاقلة فيهم، ما كانتش كامل تريبوندي لي معها. أي خطرة جاو ناس خطبوها وقبلت مسكينة تمتم بلا ما تحوس تفهم، شغل حبت تتخلص من يماها هروبا منها. يعني هي قبلت وحددوا تاريخ العرس بلا ما يعرفوا عليهم حتى معلومة. المهم وجدوا كامل مراسم العرس ورتبوا كل شيء بأسرع وقت. الحق وقت العرس بعد 3 شهور داروا عليها العرس، بصح هي ما كانتش نورمال، كانت كل دورة مسكينة تروح في غيبوبة وتولي.
ولكن أهلها ما كترتولهاش، ما دارولهاش حكاية كامل نورمال. خطوة من داك وجدت روحها زعما باش يجو يدوها، يعني لحق الوقت اللي يجي الكورتاج يديها لدارها. استناو ما كان والو، ما جا حتى واحد. ونعاود نقول لكم باللي العرس هذا ولا الحكاية هذه كانت في بداية التسعينات، يعني ما كانش تليفون تما هذاك الوقت. المهم غربت الشمس وما جاوش. تقول الأخت قعدنا معاها نونسو فيها والناس كامل غير تشوف وشنو هذا اللي راهو صاري. أيا جوزناها بالسيف هذيك الليلة وبالسيف ما جازت. حتى الصباح كنا قاعدين عادي، جويه 11 هكذاك سمعنا حس لاصونيت تاع طوموبيلات يقرب شوية شوية حتى وصلوا لعندنا. لقيناهم هما مدوا تبرير غير مقنع على اللي صرا معاهم البارح. يا عمي قالهم بنتي غير المروح اللي ما تروحش معاكم. المهم صارت كحلة بيناتهم حتى دخلوا الجيران يعني فراوها ما بيناتهم. جات مرت عمي هادي قالت له لعمي ما كان ما دخلك بنتي هادي وهذا عرسها وكل شيء يمشي نورمال، ولأنه عمي كان معني بالسحر أيا سكت. وكانوا معاها لأهلها أيا داوها مسكينة. هذاك النهار كان الجو كئيب وكانت واحدة الريح ماشي نورمال. المهم الحالة كانت مخلطة في الدار. راحت العروسة لدارها لحقناها للدار تاعها. والدار هذه كانت يا لطيف مظلمة وكئيبة وتحسي فيها بواحد الوحشة والخوف يا لطيف في نفس الوقت. المهم خليناها مسكينة وجينا في مصيرها المجهول. هيا بعد سمانة راحوا لعندها الأهل ديالها لقاوها زادت شيانت وتبان عليها المزيرية والخوف، وكانت تهدر أشياء غريبة وتتصرف بغرابة على غير العادة ديالها. رغم ذلك خلاوها وجاو، يعني حاجة ماشي نورمال. كيفاش قدروا يخلوها؟ قعدت في دارها 3 شهور ما يعرفوا عليها حتى شيء، لأنه بيت الزوجية بعيد شوية عليهم. بعدها جابوها لدارهم، يعني شبه ميتة لا حياة فيها. كانت تمشي تقول متحكمين فيها ومسلوبة الإدراك ونحيفة لدرجة مرعبة ماشي نورمال. كي شافها باباها قال مستحيل هذه تكون بنتي، لازم غدوة نجيب لها الراقي. المهم رقدوا وهي راحت للكراج تاع دارهم انتحرت، شنقت روحها والله المستعان. ناضوا الأهل ديالها في الصباح لقاو هذاك المنظر المرعب اللي اهتزت البلدة هذيك بالفاجعة. كي داوها للطبيب الشرعي وشرحوا الجثة ديالها لقاوها مضروبة ومنحيين لها الكلية ديالها وفيها تعذيب جسدي جسيم. لما رفعوا دعوة على دار راجلها ما لقاوهمش تماما، هربوا. المهم بعد التحقيقات عرفوا باللي هذيك عصابة وكانت تستعمل السحر والقرابين، وعندهم سجل طويل وعريض تاع السوابق الإجرامية. والضحية هذه المرة كانت بنت بريئة لا ذنب لها. المهم داروا جنازة مهيبة وكامل الناس بكت عليها، ويمها تابت ولات لطريق ربي وقعدت عبرة والله المستعان، وربي يرحمها ويرحم جميع الموتى المسلمين. ونصيحتي أنه أي شخص يتقدم لبنتك أو أختك قبل ما تمدها سقسي مليح مليح على الإنسان وعلى العائلة اللي راح يدوا بنتك ولا أختك، لأنه راهي أمانة. وهكذا نكون وصلنا لنهاية القصتين تاع اليوم. قولوا لي في التعليقات واش رايكم في هذه القصة، وإذا كنتوا ما اشتركتوش في القناة اشتركوا في القناة وما تنساوش تدعموني بلايك باش يوصلكم كل جديد من القصص المشوقة. نشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد إن شاء الله. سلام.